السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. تنانين ووندر هاتش. بتبدأ حكايتنا مع ناجي، بنت في الثانوية كانت على طول منطوية على نفسها، وطول الوقت كانت بتحس إنها طايرة في مكان بعيد، لغاية ما فجأة بتحس بوقوعها على الأرض. في اللحظة اللي بتحس الإحساس ده بيغمى عليها فعلا في الفصل، ومحدش بيعرف يفوقها، زي ما تكون دخلت في غيبوبة. بس بنكتشف إن ناجي كانت بتحلم بعالم تاني، عالم أوباناناتا، وده عالم سحري عبارة عن جزر طايفة في الهواء ومجموعة من الفرسان بيركبوا التنانين. الفرسان دول كانوا اسمهم جماعة أكاتا على اسم القائد بتاعهم. كلهم كانوا بيتمتعوا بالقوة السحرية اللي بتخليهم يسمعوا صوت التنانين ويفهموهم، إلا تايم هو الوحيد اللي ما كانش عنده المقدرة دي، علشان كده كان بيحس إنه غريب وسطهم. ده غير إن أكاتا وقت المعركة مش بيخليه يقاتل معاهم. في الوقت اللي أكاتا وفريقه بيشوفوا إعصار ضخم بيدمر مجموعة من الجزر، بيسمع بسمعه الخارق ناس بتستغيث وبتحرك مع فريقه جوه الإعصار علشان ينقذوهم، وبيطلب من تايم إنه يحمي الولد اللي كان معاه ويرجعه السفينة. ولأن الرؤية كانت منعدمة جوه الإعصار، الأربعة بيستخدموا قوة المستمعين الفائقة علشان يحددوا مكان الناس وينقذوهم. أكاتا كان أقوى واحد فيهم، هو اللي بيحدد مكان الناس وبيدل أصحابه عليهم علشان ينقذوهم في أسرع وقت. في الوقت اللي كان تايم راجع السفينة وبيلاحظ الصخور المتساقطة من الجزيرة الكبيرة، ومش بياخد باله من الصخرة غير لما بتلبس في وشه. ساعتها الولد بيتريق عليه علشان ما سمعش صوت جوفن التنين وهو بيحذره، يعني هو الولد الصغير بيسمع صوت جوفن وهو لأ. بعدها بشوية كان أكاتا وفريقه أنقذوا كل الناس اللي على الجزيرة ونقلوهم سفينة الإنقاذ. تايم كان سمع صوت حد من الناس لسه على الجزيرة، فبيروح يحاول يساعدهم، بس ما كانوش راضيين يتحركوا. فجأة الجزيرة اللي هم عليها بتتزلزل وبتبدأ في إنها تتدمر، وتايم بيطير في الإعصار وسط الصخور. بس من حظه إن أكاتا كان جه يساعده، وبيلحقوا في آخر لحظة وبينقذه هو والاتنين اللي كانوا على الجزيرة. أكاتا كان متضايق لأنه مش عارف يسمع صوت جايرو التنين الكبير اللي بيسبب الدمار ده، لأن لو سمع صوته هيفهم هو عاوز إيه والموضوع هيتحل. في العالم بتاعنا بقى كانت ناجي صحيت أخيرا من نومها في العيادة، ولما بتخرج وتيجي راجعة فصلها بتسمع كل زمايلها بيتريقوا عليها وإنها غريبة. والوحيد اللي كان بيعملها كويس كان صديق ليها اسمه مامي هو كمان كانوا بيتنمروا عليه، عشان كده كان بيحاول إنه يخلي ناجي ما تزعلش وبيرفع من روحها المعنوية. ناجي بتحكي له على أحلام اليقظة اللي بتخليها تكون في الحالة دي، وهو عشان كان موهوب في الرسم بيعرف يرسم كل التفاصيل اللي بتحكيها له. بعدها ناجي بتروح تزور أبوها في اليخت بتاعه وبتسأله عن الأعراض اللي كانت أمها بتحس بيها في الفترة الأخيرة. ناجي بتلاحظ إن أبوها ما كانش عاوز يتكلم عن الموضوع ده، ومش بيدخل معاها في تفاصيل ولا بيحاول يعرف هي ليه بتسأل دلوقتي عن تعب أمها. بس ناجي كانت اتأكدت إن اللي بيحصل لها والإغماء المفاجئ اللي بيحصل لها ده كان بيحصل لأمها برضه، الموضوع وراثة. في الوقت اللي كانوا في عالم وباناناتا، الشيوخ متجمعين وبيحاولوا إنهم يلاقوا حل للخطر اللي بيواجهوه. كانوا بيتكلموا عن كوتواري، وده جوهر الطاقة اللي بيوازن عالمهم، بس جايرو استولى عليه لنفسه، زي ما بتكلف باور شيون بإنه يروح أرض فاروسي اللي بيحوطها سم المحيط. كانت أرض وجزيرة مظلمة وغريبة جدا بتسكنها سايلة العرافة. لما باور شيون بيروح يقابلها علشان يسألها عن مخرج ليهم من الخطر اللي بيهدد عالمهم، سايلة بتقوله إن في خلال سنة واحدة جزيرتها وجزيرتهم وكل العالم ده هيتدمر إلا إذا سافروا إلى ما وراء كوتواري. في الوقت ده كان أكاتا بيفكر في إنه لازم يقابل جايرو ويجبره على الكلام علشان يعرف هو عاوز إيه بالظبط. وتايم كان بيتدرب على الرماية، لما واحدة من فريق أكاتا بتشوفه وبتتريق عليه وبتقوله إن اللي بيعمله ده ملوش لازمة لأنه عبء عليهم، وبتتخانق معاه وبتطلب منه إنه يبعد عن الفريق لأنه بياخد قرارات غلط بتعرضهم كلهم للخطر. بنرجع لناجي اللي كانت في بيتها، فجأة بتسمع صوت همس من غرفة أمها القديمة، ولما بتروح تشوف إيه الصوت ده بتسمع كلمة كاسامي داميدالا، ودي كلمة بلغة عالم أوباناناتا. ناجي بتفتكر من 10 سنين كانت أمها بتشتغل على قصة مصورة، وبنكتشف إنها هي اللي تخيلت عالم أوباناناتا بكل تفاصيله. التنانين كانوا زي ما هي رسماهم تمام، وفريق أكاتا وكل حاجة تقريبا. والدة ناجي بتحكي لزميل ليها كان مبهور بشغلها وإزاي جات لها فكرة العالم ده. بتقول له إنها في يوم حصلت لها حاجة غريبة، زي ما يكون اتفتح في عقلها بوابة في عالم تاني، والأفكار بدأت تتكون واحدة ورا التانية. كانت بتشوف باقي قصتها في أحلامها وهي نايمة، وفجأة واتاري بيغمى عليها، ودي كانت أول مرة ناجي تشوف والدتها في الحالة دي. ومن بعدها واتاري كانت في حالة مش طبيعية، وكانت بتتكلم بلغة مش مفهومة لغاية ما بتمشي في يوم وبتسيب البيت. نرجع لعالم أوباناناتا. لما بيحصل خسوف بيظهر جايرو والفارس بتاعه بيحاربوا فرقة أكاتا. وقتها كان تايم واقف على السفينة علشان يحميها، بس لما بيلاقي أكاتا في خطر بيطير ناحية جايرو علشان يساعد صديقه. فجأة في وسط ما التنانين بتنفخ نيرانها الأسطورية،
تايم بيرمي سهم على جايرو في الوقت اللي أكاتا اكتشف إنه مش عارف يسمع صوت جايرو ويعرف هو عاوز إيه حقيقي. السهم أول ما بيصيب جايرو بيغضب وبيرمي كرة من الطاقة ناحية تايم، بس أكاتا بيفاديه والكرة بتتصدم بيه هو وبيتحبس جواها، وفي لحظة بتتفجر وأكاتا بيختفي وبيظهر بداله مجموعة كبيرة من القصص المصورة. بعدها جايرو كان رجع للأرض المظلمة، أما تايم وباقي فريق أكاتا كانوا على الجبل بيفكروا هيعملوا إيه. ساعتها بيتخانقوا مع تايم علشان يتدخل وخالف الأوامر ويتسبب في موت أكاتا اللي من غيره مش هيعرفوا يتغلبوا على جايرو. بنكتشف بعدها إن أكاتا ما ماتش ولا حاجة وإنه انتقل للعالم الحقيقي بتاع ناجي، وكل اللي بيشوفوه في الشارع بيستغربوا شكله ومظهره، وهو ما كانش بيتكلم غير بلغة أوباناناتا. من 10 سنين كان واتاري مقضية كل وقتها في رسم عالم أوباناناتا، وكان وقتها في عالم أوباناناتا معركة بين سبوس وجايرو اللي بيرمي سبوس بفقاعة من الطاقة بتخفيه من عالم أوباناناتا، وبيظهر بداله مجموعة من الكتب والأغراض من العالم الحقيقي. وجايرو بيهدد الكل إنه هيقتل أي حد يقف في طريقه وإنه مش هيتراجع غير لما يدمر العالم ده. في الوقت الحاضر كانت ناجي في السوبر ماركت بتشتري عصير لما بتاخد بالها من واحد خارج من المكان وكان شكله غريب بيتكلم بلغة أوباناناتا. ولما بنرجع لتايم كانت جات له فكرة لما بيشوف القصص المصورة اللي ظهرت أول ما اختفى أكاتا بياخدهم وبيروح لسايلا علشان تساعده. ولما بتشوف معاه القصص المصورة وتعرف اللي حصل لأكاتا بتقول له إن عندها الحل، وهو إن أكاتا انتقل لعالم ما وراء كوتواري، وعلشان يروح ينقذوا لازم انهم يفكوا شفرة القصص دي الاول. بعدها بكام يوم كانوا قدروا انهم يتعلموا اللغة اللي في القصص ومستنيين الوقت المناسب علشان تايم ينتقل للعالم الحقيقي، والطريقة الوحيدة كان بانه يدخل فقاعة من اللي بيرميها التنين جايرو. في الوقت اللي بنشوف أكاتا في العالم الحقيقي لسه بيمتلك سمعه الخارق وبيسمع افكار واصوات اللي حواليه مهما بعدوا. وفي ليلة بيسمع صوت واحد مخطوف وبينط من فوق العمارة من غير ما يتصاب ولا يحصل له حاجة، هو بيضرب العصابة اللي كانت خاطفة الشاب وبيعلم عليهم كلهم لغاية ما بيحرروا. هما اصلا ملحقوش يشوفوه من سرعته وقوته. بعدها كان أكاتا اتقبض عليه بس بيتم الافراج عنه بشهادة الشاب اللي كان مخطوف. ولما بيروح مع المحامية اللي خرجته من القضية وبتسأله عن الحقيقة وانه لازم يصرحها بحقيقته لو كان عاوزها تساعده، ساعتها أكاتا بيقول لها انه من عالم تاني. ولما بينطق اسمه عالمه القلادة بتاعته بتتوهج، وكانت متفاجئة لانها ما كانتش متوقعة ده. تاني يوم كانت ناجي مستنية لغاية ما أبوها بيروح شغله وبتدخل غرفة أمها القديمة. بيلفت نظرها باب غريب، أول ما بتفتح بتلاقي نفسها في مكتب أمها اللي كان مليان بالرسومات اللي من عالم أوباناناتا. بتشوف دفتر رسم ومذكرات لأمها بتاخده وتتفرج عليه. في نفس اللحظة اللي كانت سايلة وتايم في سفينة وبيقربوا من المكان اللي بيظهر فيه جايرو مع كل خسوف شمسي، فعلا جايرو بيظهر وتايم بيقرب وبيهاجمه علشان يخليه يرميه بالفقاعة السحرية. أما ناجي فكانت بتقرا في دفتر أمها اللي كان بيتكلم عن عالم أوباناناتا ومين اللي عنده القدرة على سماع أصوات التنانين وغيرها. بيلفت نظرها رسومات على الأرض. لما بتشيل السجادة من عليها بنكتشف إنها رسومات لفريق أكاتا وهم في الفقاعات من بالظبط اللي هيظهر في العالم الحقيقي. في اللحظة دي كان تايم دخل الفقاعة وظهر في مكتب وتاري هو والتنين بتاعه، وناجي كانت مصدومة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. بيحل محله في عالم أوباناناتا دفتر مذكرات وتاري، وسايلة بتاخده ولما بتفتحه بتتصدم من اللي فيه. في الوقت ده كان سبوس حس بإن في واحد تاني من عالمه وصل لعالم حقيقي. ناجي كانت متفاجئة أول ما بتشوف تايم والتنين الصغير، بتجري من البيت وبتروح لصديقها مامي تستنجد بيه يساعدها، ما هو الوحيد اللي بتثق فيه وكمان بيفكر زيها. مامي بيجي معاها متسلح وبيطلعوا الأوضة وبيدوروا على تايم اللي كان مستخبي، بس بدل ما يرموا الشبكة عليه ويقيدوه مامي بيتوتر ولا بيتقيد بيها، وتايم بيهدده بالسهم والقوس. بس لما بيلاقي ناجي خايف منه بالشكل ده بيتراجع شوية وبيتكلم معاهم وبيحاول يعرف فين أكاتا لما بيوريهم صورة له. في الوقت اللي كانت سايلة اتفاجئت بواحدة تانية من فريق أكاتا جاية عاوزة تنقذه. ساعتها سايلة بتفكر في إنها تستعين بيها علشان تنتقل هي كمان للعالم الحقيقي. ناجي لما لقت الوقت سرقهم وباباها على وصول بتخلي تايم يستخبى في غرفة أمها وأبوها، كده مش بيقرب من الأوضة دي. في الوقت اللي كان سبوس في السوبر ماركت بقى هو المدير وبيرفض الموظفة اللي كانت هناك وبيعين مكانها كل أتباعه اللي في الأساس من عالم أوباناناتا، وشكله كده بيخطط لشيء كبير. تاني يوم كانت ناجي راحت مع تايم ومامي يدوروا على أكاتا بعد ما تتبعوا مواصفاته وعرفوا المكان اللي هو فيه، وبيلاقوا نفسهم في ساحة للخردة. وأول ما بيدخلوا بيتحبسوا لأن اللي كان بيتواصل معاهم مش أكاتا الحقيقي زي ما كانوا فاكرين. ساعتها ناجي بتطلب من التنين إنه يكسر الباب ويحررهم، وأول ما بيخرجوا بيروحوا للشاب اللي منتحل اسم أكاتا وبيكتفوه لغاية ما بيدلهم على مكان أكاتا الحقيقي. فعلا بيساعدهم وبيقول لهم إن في جزيرة ساروشيما. ليلتها تايم مش بيجيله نوم، كان بيفتكر ذكرياته مع أكاتا وإزاي كان بيساعده بيدربه. أول مرة قابل جريم التنين كان أكاتا الوحيد اللي بيشجعه إنه يثق في نفسه وفي قدراته مهما حصل، ومش معنى إنه مش بيتمتع بالسمع الخارق إنه يستهون بنفسه. تاني يوم تايم بيروح مع ناجي ومامي الجزيرة، وكان باين على تايم إنه مرعوب في المية لأن في العالم بتاعه مية المحيط السامة وبتقتل أي حد يلمسها. لما بيوصلوا الجزيرة بيلاحظوا مجموعة من الناس بيدخلوا كهف بعيد فبيشكوا فيهم وبيروح وراهم. ساعتها تايم بيتفاجئ بمكان يشبه العالم بتاعه بالظبط،
في الوقت اللي كان بيتفرج وهو مذهول بيشوف أكاتا، بس على قد فرحته إنه لقاه أكاتا ما كانش مبسوط إنه موجود هنا، ومهما تايم حاول يقنعه إنه يرجع معاه عالمهم أكاتا كان رافض. بيقول إنه لقى هنا عالمه الخاص بيه اللي يقدر يحميه، بيطلب من تايم إنه يستسلم لأن عالمهم في النهاية هيتدمر لا محالة. بيرجع أكاتا فلاش باك من سنة لما أنقذ حياة كاني وقتل عصابة كاملة كانوا خاطفينها، وبيتقبض عليه مع إنه مش هو الشرير، والقاضي بيحكم عليه بالسجن لأنه أفرط في استخدام قوته والعنف. ساعتها كان كل اللي أكاتا ساعدهم في تغيير حياتهم كانوا رافضين الحكم وشايفين إنه ظلم له، ومن وقتها أكاتا قرر إنه يبني أمة جديدة وعالم خاص بيه هو وكل اللي بيحميهم، علشان يعيشوا في سلام بعيد عن القوانين الظالمة، ويتجوز كاني ويجوا يعيشوا في الجزيرة هنا. تايم كان مصدوم من رد فعل أكاتا، وإن إزاي البطل اللي يعتبر قدوته في الحياة بيستسلم بالسهولة دي، وإزاي بيتخلى عن عالمهم علشان نفسه. ساعتها تايم كان حاسس بالخذلان، وأكاتا بيصدمه أكتر لما بيسأله هيرجع عالمهم تاني إزاي أصلا. تايم بيتحداه في قتاله وبيقول له إنه هيتقاتل معاه ولو هزمه هيرجع معاه، بس في قتالهم كان أكاتا سريع جدا بسرعة البرق، وتايم مش بيلحق يشوف الضربة جايله منين ولا بيعرف يصوب عليه بالسهم. ساعتها أكاتا بيطردهم من الجزيرة وبيرفض إنه يرجع معاه. في الوقت ده كان سبوس مجتمع مع زمايله وأتباعه بيخططوا إنهم يرجعوا عالم أوباناناتا. شوية وناجي بتلاقي جرس الباب بيرن، ولما بتفتح مش بتلاقي حد في الأول لغاية ما بيظهر الكلب بتاع سبوس على الباب وبيمشي تاني بسرعة. ساعتها كان تايم مقرر يمشي، بس ناجي بتقنعه إنه يستنى معاها وهي هتساعده هي ومامي. بيغير رأيه وبيستنى معاها. وقتها كان سبوس بيراقب البيت وبيعرف إن السر اللي بيدور عليه في البيت ده وإنه مفتاح رجوعهم لعالم أوباناناتا. تاني يوم كان مامي مع تايم وناجي لما بيجي أخوه الكبير ويزعق له ويقطع له الرسومات بتاعته ويعملها طيارة ورق ويقول له يركز في مذاكرته أحسن من اللي بيعمله ده. ساعتها مامي مش بيعرف يرد عليه ولا بيواجهه، بس تايم اللي مش بيعرف يسكت وبيجري ورا الرسمة اللي طارت بعيد وبيمسكها في لحظة بس بيقع في المية. ساعتها ناجي ومامي بيجروا يساعدوه، وتايم بينصحه إنه لازم يدافع عن نفسه وما يسكتش عن حقه أبدا. وقتها ناجي بتلاحظ إن في حاجة غريبة في قلادة تايم وإنها بتتحرك. ساعتها تايم بيفتح الإزازة اللي في القلادة وبيخرج منها المادة السحرية اللي كانت فيها، واللي بتتفاجئ إنها بتتغير وبتواهج بشكل كبير وكمان حجمها بيتضاعف. بيعرف إنها مفتاح رجوعه في عالم أوباناناتا، وبيبدأوا إنهم يعملوا تجارب على المادة دي علشان يشوفوا مدى استجابتها وتفاعلها، علشان كانوا عايزين يعملوا منها فقاعة كبيرة تنقل تايم لعالمه تاني. وقتها ناجي بتطلب من تايم إنها تطير بجوفن، ولما بينفذ لها طلبها كانت فرحانة جدا وبتحس نفس إحساسها لما كانت بتحلم بإنها طايرة في السماء بحرية. الأصدقاء الثلاثة بيجربوا كل حاجة على المادة السحرية علشان يخلوها تتغير وقوتها تتفاعل، بس مش بيوصلوا لحاجة لغاية دلوقتي. ولما والد ناجي بيرجع البيت بيعزم أصدقاء نادي على العشاء، بس لما مش بيلاقي حل بيطلب من ناجي تروح تشتري من السوبر ماركت، وساعتها تايم بيروح معاها. ده كان السوبر ماركت بتاع سبوس. لما بيوصلوا وتايم كان واقف يتفرج على المكان من حواليه، لما سبوس بيظهر له فجأة ومعاه علبة فيها المادة السحرية. أول ما بيحطها على إيده بيخليها تطفو، في لحظة بيسقف فالنور بيتقطع، وبيتكلم مع تايم من غير ما حد لا يشوفه ولا يسمعه، وبيقول له إن لو عاوز يعرف إزاي يرجع عالمه يبقى يجي يقابله لوحده، وبينصحه إنه يخلي الموضوع سر وما يكشفش أسرار المادة السحرية لحد من البشر. طول الليل كان تايم سهران بيقرا في القصة اللي كتبها واتاري، وبيعرف إن عالمه مصيره هينتهي ويتدمر. فتاني يوم بيروح يقابل سبوس من غير ما ناجي أو مامي يعرفوا، وقتها كانوا اكتشفوا إزاي فعلوا المادة السحرية. لما تايم بيروح مع سبوس بيتفاجئ أصلا إنه مش بيحاول يرجع أوتاناناتا ولا حاجة، هو كان فاكر إنه شخص عادي من أوتاناناتا وخلاص، لغاية ما سبوس بيكشف له حقيقته وإنه سبوس المقاتل الأسطوري فارس كاتاراس ذو اللهب الأسود اللي اختفى في معركة مع جايرو من كام سنة. وبيكتشف كمان إن سبوس بيخطط إنه يحكم عالم البشر ويسيطر عليهم. في الوقت اللي كانت سايلا ظهرت فجأة ببيت ناجي، أما أكاتا فكان على الجزيرة بيقول إن آن الأوان، وأول ما بينفخ في الصفارة السحرية اللي معاه، المادة السحرية اللي أصبحت مغطية الجزيرة بتتوهج وبتتفاعل وبتطفو الجزيرة في الهواء علشان يعمل عالم خاص بيه زي عالمه القديم تماما. كانت بتساعد سايلا إنها توصل بيوتن بيت أول ما ظاهرة الخسوف بتحصل والسماء بتتحول للون الأحمر. ولما بيوصلوا بيستنوا ظهور جايرو، وسايلا بتطلب من كيت إنها تمشي هي بما إن مهمتها خلاص انتهت، بس كيت مش بتسمع كلامها وبتطلع السيف علشان تتقاتل مع جايرو. ساعتها بتستخدم قواها السحرية علشان تسمع صوت جايرو وتدخل عقله وتسمع أفكاره، بس بتتفاجئ إنها مش قادرة تسمع صوته ولا أفكاره، كأنه شخص مش موجود أصلا. وقتها سايلا بتتخانق معاه علشان تمشي، لغاية ما كيت بتركب التنين بتاعها وبتمشي فعلا. ساعتها سايلا بتسأل جايرو لو كان فاكرها، بتفكره باللي حصل وموت مارو أخوها، ومرة واحدة بتطلع من الشنطة اللي كانت معاها مجموعة كبيرة من التنانين وبتهددوا بيهم. في الوقت اللي كانت كيت عملت إنها رجعت الجزيرة، بس في الحقيقة هي رجعت تاني واستخبت ورا صخرة كبيرة على مسافة من سايلا وجارو علشان تسمع هما بيتكلموا على إيه وإيه اللي سايلا بتخطط له. جايرو لأول مرة بيتكلم ما كانش مصدق إنها بنت سبوس،
ساعتها سايلا بترجع فلاش باك من كام سنة. كان اخوها الصغير مارو صارحها في يوم انه يروح يقابل الشخص اللي بيتحكم في كوتواري، لان قوة طاقة لايده كانت بتنتهي والجزر بتتدمر واحدة ورا التانية وهم في خطر كبير. مارو كان مقتنع ان في شخص في عالم ما وراء كوتوارو هو اللي بيتحكم فيهم وفي سعادتهم والامهم وفي كل حاجة. مارو كان انضم لطائفة باراك كاسام اللي بتزرع الافكار دي في عقول تابعينهم. ولما سايلا بتحاول انها تقنع اخوها انه يبعد عن الطائفة دي، وكانت مستغربة ان صوته الداخلي بدأ يختفي وما بقتش تسمعه زي الاول، مارو بيسيبها وبينفذ اللي في دماغه برضه. بيروح الطائفة وبينضم للباقيين وبيتجمعوا حوالين حجر ضخم شكله غريب، شكل المباني الحديثة، بس غرابته جاية من ان قعدة تيزانو اللي كانت اصغر من المفروض يكون. يعني ازاي الحجر ده بضخامته دي كلها مرتكز على قاعدة بالحجم القليل ده؟ كان في حاجة غلط في الموضوع. بعدها سايلا وسبوس بيشوفوا مارو وهو في الطائفة، وسبوس بيحاول انه يقنعه يرجع معاه، بس مارو بيهرب منه وبيروح ينط من فوق الجبل مع باقي الطائفة علشان ينتقلوا إلى ما وراء كوتواري. وبرغم إن سبوس وسايلا كانوا بينادوا عليه بعلو صوتهم إنه يتراجع لأنه كده هيموت، مش بيسمع لهم وبيرمي نفسه من فوق الجبل. وبعد جنازة مارو بتحصل معركة بين سبوس وجايرو على بيت، بس وقتها التنين كاتاراس مش بيقدر إنه يتغلب على جايرو وتنينه، وسبوس بيتحبس في فقاعة بتخفيه من علامه تماما وبيظهر مكانه مجموعة من الكتب والقصص المصورة. وسايلا بتعرف إنهم من عالم ما وراء كوتواري. في الوقت الحاضر بتطلب من جايرو انه يطلق العنان لقوة بونز التنين علشان ينقلها بفقاعة سحرية لعالم ما وراء كوتواري. جايرو لما بيرفض وشايف انه زي ابوها بتطاردهم الاوهام، سايلا بترمي مية المحيط السام على تنانينها الصغيرين فبتحوله لتنين ضخم بياكل باقي اخواته وبيبقى مخيف بطريقة كبيرة. ولما التنين بيهجم على جايرو، بونز بيطلق فقاعة سحرية وسايلا بتدخل جواها وبتختفي. في الوقت اللي كان تايم مع سبوس بيعرفوا على مجموعة من عالم بوتمبيت، ساعتها تايم كان مذهول لأن كلهم كانوا الأبطال الخارقين اللي بيحبهم. فجأة بيسمعوا صوت صرير عالي جدا، وسبوس بيعرف إن في حد تاني من عالمه وصل للعالم ده. ساعتها كانت سايلا ظهرت فعلا في بيت ناجي، وكانت على عكس تايم بتعرف تتكلم ياباني حلو جدا من الكتب والقصص اللي قرأتها اللي ظهرت في عالمهم. سايلا لما بتسأل ناجي على مكان أمها علشان عاوزة تقابلها، ناجي بتقول لها إنها ماتت، بس سايلا بتصدمها بتقول لها إنها عايشة وهي اللي بتتحكم في عالمه، وبتقول لها على الحكاية والقصة اللي كاتباها وإن كل تفاصيلها حقيقية. في نفس الوقت اللي كان سبوس مع تايم بيقول له على خطتهم إن عشان ينقذوا عالمهم لازم يقتلوا والدة ناجي، لأنها هي اللي بتكتب الأحداث اللي بتحصل في عالمهم، ولو ماتت كل الدمار هيختفي. ولما والد ناجي بيرجع البيت بيتفاجئ بسايلا اللي بتسأله عن مكان هانا، وبتستغرب إنه عارف فعلا بس بيخبي الحقيقة عن ناجي. فجأة ناجي بتفتكر ذكرى لأمها لما كانت بتقول لها إن وقت ما خيالها تطلق له العنان هتعرف مكانها. شوية وناجي بتفوق بتصارح أبوها إنها عارفة إن أمها ما ماتتش ولا حاجة، وإنها كانت بتقنع نفسها طول السنين دي إنها ماتت علشان تتقبل غيابها عنها. وبالليل ناجي بتسمع صوت غريب برا البيت، ولما بتخرج بتلاقي تايم رجع ومعاه التنين بتاعه. تايم أول ما بيشوف سايلا بيتفاجئ وبيعرف الخطر اللي بيداهم عالمهم وإنه هيختفي قريب. وقتها تايم بيدخل مخبأه بيت ناجي وبيتفق مع جوفي إنه يستنى هنا لغاية ما اتصرف هو مع سبوس. في الوقت اللي كان الكيب بتهاجم جايرو فجأة وبتغلب عليه وكانت هتقتله، وضربت سيفها بتدمر الدرع بتاعه وبيظهر على حقيقته. تعرف كيتو انه من القبيلة اللي كانت عايشة في المحيط اللي اندثرت. جايرو بيفتح عينيه وبيخليها تسمع صوت أفكاره علشان تعرف الحقيقة. لما بيلاقيها مصممة على قتله بيقول لها إن موته مش هيمنع تدمير عالمها لأن مش هو اللي بيدمره، وبيخليها تشوف اللي حصل من 10 سنين. كان وقتها جايرو وسبوس أعز أصدقاء، وفي يوم بعد موت مارو بيروح مع سبوس لقلب بتنبيت علشان يعرفوا الحقيقة وإرادة كوتواري. وقتها سبوس بيشوف الفقاعة السحرية المتألقة، وأول ما بيلمسها هو وجايرو بيشوفوا اللي هيحصل في المستقبل وإن مصير عالمهم الدمار. وقتها سبوس بيتجنن وبيعرف إن كلام ابنه مارو كان صح، عشان ينقذوا عالمهم لازم يقتلوا الشخص اللي بيتحكم فيهم. وده مش علشان ينقذ العالم زي ما كان بيقول في الأول، ده كان من حجم القوة اللي شافها وكان عاوز يسيطر على القوة دي بنفسه يبقى هو اللي بيحكم العالم. وقتها جايرو بيحاول يمنعه من إنه يقرب لقلب بوتومباي التاني، فسبوس بيتقاتل معاه وكان بيستدعي التنين بتاعه بيتقاتلوا في معركة شرسة الكل بيشوفوها. ما كانوش عارفين السبب ورا قتالهم مع إنهم أعز أصدقاء. سبوس بيخلي كاتاراس يرمي جايرو بكرة من النار، كان فاكر إنه كده قضى عليه، بس بيتصدم لما بيلاقي جايرو ظهر بقوة أكبر وشكل مختلف، وقوته هو وبونز اتضاعفت، واتكلف من قبل بوتومبايت إنه يحميها ويمنع سبوس من تدميرها. وفي صراعهم ده بقى بونز بيحبس سبوس في فقاعة سحرية وبينتقل لعالم البشر. كيت لما بتعرف الحقيقة كانت مصدومة، لأن القصص الأسطورية اللي اتربوا عليها وإن سبوس هو البطل طلعت كلها غلط، وإن جايرو هو البطل الحقيقي اللي كان بيمنع سبوس من تدميرهم. جايرو بيطلب من كيت إنها تستسلم لأنهم هل يكون لا محالة. في الوقت اللي كانت ناجي أبوها بيقول لها الحقيقة وبياخدها علشان تشوف أمها. هانا كانت في مصحة نفسية بقالها سنين،
تايم كان معاهم، وبنعرف انه كان على تواصل مع سبوس اللي اقنعه انهم علشان ينقذه، وبنانتا لازم انه يقتل هانا. ناجي بتتفاجئ بأمها في حالة من الجمود، زي ما تكون مش في وعيها ومش حاسة باللي حواليها، وده السبب اللي خلى والدها يخبي عليها انها عايشة طول السنين دي. طيب لما بيشوفها بيدرك ان هانا في الحالة دي لا يمكن تكون هي اللي بتتحكم في اوبانانتا. ولما بيسأل سايلا عن رأيها في موت هانا، بتفاجئ وبتقول ان موتها ملوش علاقة بإنقاذ عالمهم. فجأة سبوس بيظهر وبيتحكم في طاقة المستشفى وبيخليهم كلهم في الضلمة. لما بيستخدم المادة السحرية اللي معاه، سبوس ما كانش لوحده، كان معاه كل أتباعه، وبيروح على غرفة هانا علشان يقتلها. ساعتها سايلا بتتصرف، وبنكتشف ان عندها قوة خارقة، وقبضت ايدها فيها قوة بنفسجية وصواعق غريبة، وبتقرر انها تدخل الورطة دي وتنقذ ناجي وامها. في اللحظة اللي سبوس كان بيهاجم هانا، بيتفاجئ بالمادة السحرية الذهبية اللي معاه اتحولت للون البنفسجي وبتنفجر فيه. واللي عملت كده كانت سايلا اللي بتظهر وبتخلي ناجي وعيلتها يهربوا بسرعة، وبتحاول هي تمنع ابوها، وبتفجر فيه كرة من الطاقة تاني وبيختفوا بعدها. بس سبوس وهو خارج من المستشفى بيقتل كل اللي يقابله. بعدها بشوية كان الفريق بيرتاحوا على الطريق، على ما والد ناجي حضر المركب علشان يروحوا جزيرة ساروشيما، دي الجزيرة اللي عليها أكتا، وهي أأمن مكان عشان يختفوا فيه بعيد عن سبوس وأتباعه، ظنا منهم إن أكتا هيدافع عنهم. بس قبل ما يركبوا المركب، تايم بيصارح ناجي باللي حصل وإن سبوس خدعه. وبعد ما أدرك إنه ارتكب خطأ كبير وإنه كان على وشك قتل والدة صديقته، كان عاوز يمشي، بس سايلا بتمنعه وبتقول له إن وحدة مارو هي اللي قضت عليه زمان وتسببت في موته، وإنها مش هتسمح إن ده يتكرر، وإنهم لازم يكونوا مع بعض لغاية ما ينتهي الخطر. لما بيوصلوا الجزيرة بيتفاجئوا بالأرض بتتزلزل، ومرة واحدة الجزيرة بتطفو في الهواء زي اللي في عالم وبنانتا. لما بيقابلوا أكتا وبيطلبوا منه إنه يقتل سبوس، بيلاقوا طريقة ينقذوا بيها عالمهم، بيتفاجئوا من رد فعله وإنه مبسوط هنا على الجزيرة، بيحمي الناس اللي عاوزينه يحميهم، وبيرفض إنه يرجع وبنانتا تاني. بنعرف إن السبب في ده إنه اتجوز المحامية اللي كانت بتدافع عنه زمان، وأسس معاه عيلة وكان بينتظر مولودهم. أكتا بيسمح لهم إنهم يستنوا في الجزيرة، بس بيرفض أي حروب. بعدها بيتفاجئ إن مجموعة من الناس اللي كان أنقذ حياتهم وعايشين معاه على الجزيرة مش عاجبهم إنهم اتفصلوا عن العالم وبقوا طايفين في الهواء، وكانوا عاوزين يسيبوا الجزيرة. وفي الأخبار كان الكل بيتكلم عن الجزيرة اللي طافت في الهواء بشكل مفاجئ، محدش عارف إيه السبب ولا القوة الغريبة دي. وسبوس لما بيشوف الجزيرة بيعرف إن أكتا هو اللي بيعمل كده، وبيحدد مكانه وبيقرر إنه يهاجمه. في الكام يوم دول كانت سايلا والفريق بيحضروا للمعركة اللي هتحصل في أي وقت، وسايلا كانت بتستخدم مية المحيط السامة في عمل قنابل. وتايم لما بيحاولوا انه يساعدهم بيلاقي نفسه مش قادر يواجه ناجي، وبيسيبهم وبيروح يقعد لوحده على الشط. ناجي بتروح وراه علشان تتكلم معاه وتفهمه، بس في الوقت ده كان تايم اتفاجئ بسبوس وعصابته ظهروا فجأة، وكانوا متسلحين وناويين برضه يقتلوا هانا. ساعتها تايم بيحاول انه يمنع سبوس وبيتقاتل معاه، مع انه ما عندوش اي قوة خارقة ولا قوة انه يقتل سبوس حتى. وناجي بتشوفه ساعتها وبتطلب من صديقها انه يروح يبلغ سايلا بسرعة علشان يستعدوا. ولما بتلاقي ان تايم مصمم انه يقتل سبوس ويوقفه، بتجري عليه علشان تحميه وتنقذ حياته. بتظهر سايلا فجأة وهي كمان بتساعد ناجي وتايم في انهم يهربوا لما بتهاجم سبوس بالقنابل اللي عملتها واللي افقدته قوته. ولما بيرجعوا المعسكر كان تايم مش قادر يتحرك، وبيعتذر لناجي وسونج على اللي عمله والغلط اللي ارتكبوا في حقهم. بياخدوا هانا علشان يهربوا بيها لما بيلاقوا ان اكتا ملوش اثر. بس في اللحظة اللي كانوا بيهربوا فيها بيظهر سبوس وبيرمي الرمح بتاعه على تايم علشان يقتله، بما انه بوظ له خططه. بس ناجي اول ما بتشوف الرمح طاير ناحية تايم بتطير ناحيته، بتتصاب هي علشان تنقذ حياة صديقها. الرمح بيصيبها في قلبها وكانت بتموت. ساعتها سايلا بتقول لابوها الحقيقة وان عالمهم مش هتأثر لو هانا ماتت او عاشت، والدليل على كده في دفتر المذكرات. تايم بينهار علشان ناجي كانت بتموت. في اللحظة اللي بيصرخ فيها على سبوس كان جوفن فجأة بيصرخ زيه، والكل بيسمعوا صوت صرير مزعج جدا. في نفس اللحظة اللي بونز تنين جايرو بيظهر بنفس الطريقة وبيطير في الجو، وفجأة بيتحول لحجر أبيض وبيخرج منه فقاعة سحرية كبيرة جدا. جوفن هو كمان بيتحول للون الأبيض، وبنعرف إن هو وبونز متصلين بكيان واحد. ولأول مرة تايم بيقدر يسمع صوت جوفن اللي بيقول له إنه هينقذ ناجي، وفجأة بيخرج من راسه فقاعة سحرية بتدخل في جرح ناجي. وأول ما تايم بيسحب الرمح الجرح بيتقفل كأنه مش موجود، وناجي بتفوق تاني. صرخة جوفن القوية كانت تسببت في إن هانا تفوق. الفقاعة السحرية اللي بونز عملها بقى بتعمل صدع في الحاجز بين العالمين، وفي لحظة جوفن بيقع تحت سيطرة بوتنبايت وبيطير للسماء وبيعبر من الصدع للعالم التاني. الغريب إن بوتنبايت بيتحول من مجرد حرشفة وبيخرج تنين عملاق. بيفهموا إن جوفن هو حارس البوابة، وإن بونز حارس البوابة برضه في الناحية التانية، ولازم وجودهم الاتنين علشان يفتحوا البوابة بين العالمين. بنكتشف بقى من كلام جايرو وهو بيحكي الكتب إن بوتنبايت في الأصل كان غازي العوالم وبيتغذى عليهم واحد ورا التاني، وإنه لما وصل وبنانتا غير نظامها البيئي وامتص كل طاقتها وكل موارد الكوكب لغاية ما قضى على جزء كبير منه. بس لأن الكوكب في الوقت ده كان صغير وما كانش فيه القوة الكافية اللي بوتنبايت محتاجاها، بقى خامل من سنين وبيدور على حد يتحكم فيه لغاية ما يلاقي الكوكب التاني اللي يمتص منه قوته. هنا بنفهم إن الشخص ده هي هانا،
وإن لما وعيها ارتبط بتومبايت فقدت إرادتها وبدأ إنه يستغلها علشان يفتح البوابة بين العالمين ويمتص طاقة الأرض. وفي الجزيرة كان سبوس لسه بيحاول إنه يقتل هانا اللي بتقوله الحقيقة، وإنه بتومبايت وعيه ويتحكم فيها وهو بيدور على الكوكب التاني. في اللحظة دي بتومبايت العملاق بيبدأ إنه يعبر من البوابة وبيبدأ يمتص منها طاقتها ومواردها. سبوس كان ليه عنده موقف وعاوز ينقذ عالمه، وبيقرر إنه يقضي على كوتواري العتيقة بما إنها وعي بتومبايت. فجأة التنين العملاق بيعمل فقاعات سحرية كبيرة، وهنا بتحبس في واحدة منهم وبتختفي وبتنتقل للعالم التاني هي وناجي. وعلى ما تايم بيجري عليها علشان ينقذها كانت اختفت خلاص. تايم بيطلب من أكتا إنه يساعده وينقذهم، بس أكتا كان هيحارب المرة دي علشان ينقذ ساروشيما جزيرته وعالمه الجديد، لأنه كان مقتنع إن دي نهاية أوبانانتا ومحدش هيقدر يمنعها. وبيطلب من تايم إنه يروح معاه لأنه محتاج قوته. وقبل ما تايم يمشي بيسلم لسونج الصفارة والمادة السحرية علشان تساعده في أي خطر يتعرض له. وأكتا وتايم بينطوا من فوق الجزيرة وبيقعوا على جسم التنين العملاق علشان يروحوا لوعي كوتواري، بس سبوس بيمنعهم وبيتقاتل مع أكتا، وكانوا بيتقاتلوا بشراسة وبقوة رهيبة. ولما أكتا كان هيفوز بالقتال ويقتل سبوس، تايم بيقف في طريقه والسيف مش بيصيب تايم لأن قوة جوفن كانت مندمجة معاه وبتخليه منيع ضد أي هجمة أو سلاح. تايم بيقولوا إنهم لازم ينقذوا العالم من غير ما يتسببوا في أي آلام تانية لأي حد، وإن سايلا هتعاني من فقدان أبوها لو أكتا قتله. في اللحظة دي فجأة درع التنين اللي على ايديهم باعتبارهم فرسان تنانين بتوهج بالنار وبتظهر التنانين بتاعتهم، بس المرة دي في العالم الحقيقي وكان شكلهم مخيف. في الوقت اللي ناجي بتفوق تلاقي نفسها جوه جسم التنين العملاق بتومبايت. اسبوس ما كانش عارف يسمع صوت كاتاراس وبيحاول انه يكلمه، بس الغريب ان كاتاراس كان تحت سيطرة بتومبايت وبيهاجم اسبوس وبيرميه بالنار. في نفس الوقت اللي كان أكتا بيحاول انه يسيطر على التنين بتاعه اللي كان بيهاجمه هو كمان لانه تحت سيطرة بتومبايت هو كمان. في الوقت اللي كانت سايلا عاوزة تساعد أبوها وتخلي كاتاراس يسمع صوت أبوها ويساعده، بس كاتاراس بيهاجمها وبيرمي عليها كرة من النار. في اللحظة دي سبوس بيتحرك بسرعة وبيحمي سايلا وهو اللي بيتصاب بالنار وكان بيموت. أما أمتى فكان علشان يسيطر تاني على إجرو ويخليه يخلص من سيطرة التنين العملاق عليه بيضرب الجرس اللي على جبهته، وأول ما إجرو بيسمع الصوت بيفوق وبيرجع لوعيه تاني وبيفتكر أكتا. سبوس كان وقتها مات، هو لسه كان بيعافر عاوز يوصل لسيفه علشان يكمل مهمته. ساعتها سايلا بتحس بالعجز انها ما قدرتش تحمي اخوها وابوها وشافتهم هما بيموتوا قصاد عينيها وهي بتتفرج وعاجزه عن انها تحميهم. في الوقت ده كان كاتاراس بيهاجم الناس وبيرمي عليهم نيران بتدمر القريه. ساعتها سونج بيستخدم الصفاره والماده السحريه وبيعمل درع يحمي بيه الكل، والماده دي تتحول بعدها لمركب بيركبوا كلهم فيه وبيطيروا بعيد عن المعركه. ساعتها أكتا بيقود إجرو وبيهجم على كاتاراس ويقتله بضربه من سيف في مصدر قوته وجوهر نيرانه. بعدها تايم كان بيروح على الكهف علشان يوصل لكوتواري علشان يتواصل مع بتومبايت ويعرف هو عاوز ايه بالظبط علشان يعرفوا ينقذوا العوالم. وقتها كانت ناجي وامها عند وعي بتومبايت، ولما ناجي بتحاول انها تلمسه علشان تتواصل معاه امها بتمنعها علشان ما يسيطرش عليها وتموت. أكتا وتايم وهم داخلين الكهف بتهاجمهم رماح من الطاقة الذهبية اللي بيتحكم فيها بتومبايت، وبقدرة تايم والدرع اللي بيمتلكه من قوة جوفن بيقدر يحمي أكتا وبيتقدموا في الأنفاق. بس فجأة تايم بيقع في الفخ وبيتأيد وبقى أكتا لوحده بيقاتل، بس الرماح بتصيبه في كل جسمه لغاية ما رمح منهم بيصيبه في قلبه وبيقتله في لحظتها. وأكتا وهو بيموت كان حزين إن لسه ما قدرش يختار اسم الابن ولا هيقدر إنه يشوفه. تايم ساعتها بيهرب وبيدخل الكهف اللي فيه الوعي، ولما بيوصل هناك بيلاقي ناجي بيقول لها إنه يتواصل مع وعي بتومبايت علشان يسمع صوته ويعرف هو عاوز إيه، يمكن يقدر يحقق السلام للعوالم كلها. ساعتها تايم بيمد ايده علشان يلمس كرة الوعي، بس بيلاقي نفسه او وعيه بمعنى اصح اتحبس في مكانه بيتجمد فيه ومش قادر يتحرك. ساعتها ناجي بتاخد بالها من الحالة اللي بقى فيها تايم وبتساعده وبتدفع ايده لغاية ما بتلمس كوتواري، وتايم بيقدر انه يتواصل مع التنين العملاق، وكل الطاقة اللي كانت في الفقاعة السحرية بتنتقل له. ومش بس كده، فقاعات سحرية كتيرة جدا بتنتشر في عالم البشر وبتنقل الجزيرة لعالم اوبانانتا، ووالد ناجي هو كمان بينتقل في فقاعة من دول علشان يكون معاه هانا. ساعتها بوتومبايت بيوقف امتصاص لطاقة الأرض، وناجي لما بتقول لتايم انهم لازم يمشوا هو بيرفض، لأنه بيكتشف انه لازم يفضل مستني هنا متصل بوعي بوتومبايت علشان يحافظ على سلام العالمين، وبين الناجي في فقاعة سحرية ويرجعها المدينة. وبعد 6 شهور كان لسه التنين الأبيض العملاق موجود على الأرض، بس من غير ما يمتص طاقتها ولا حاجة، زي ما يكون اتجمد مكانه تاني أو إن تايم ختمه. سونجو بيصلح علاقته بأخوه، وطفل أكتا بيتولد، وسايلا بتساعده في تربيته هي وناجي، في الوقت اللي كانت أمها وأبوها عايشين في عالم اوبانانتا بسعادة وفي أمان على جزيرة ساروشيما اللي انتقلت هناك. وفي يوم وناجي ماشية في الشارع بتسمع صوت صرير مفاجئ ومزعج، ولما بتشوف ايه اللي حصل مش بتلاقي حاجة، بس بنكتشف ان الحجر السحري اللي طايفة مارو كانوا بيتجمعوا حواليه انتقل وظهر فجأة على الأرض على شط جزيرة بعيد عن الناس. وبكده تخلص حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.